هدخل في الموضوع على طول. امبارح بالليل جاتني رساله من الشخص ده انا رديت عليه، قلت له انت اذا كان الشخص المظلوم بنفسه حاجه غير كده هصدق حضرتك بناء على ايه؟ عديت الموضوع ونمت وصحيت لقيت فيديو قدامي من موقع موثوق بيحكي الكلام ده بجد. فبما انه فعلا الكلام ده بجد، فانا رجعت للرساله بتاعت الراجل، قلت هقراها معاكم. طبعا ده اللي حصل وده اللي بيحصل دلوقتي، واحنا كلنا اتخدعنا. الشخص ده قال لي مختصر القصه دي بس عشان انتوا واخدين بيها لحته مش حلوه وبتحاولوا توصلوا بيها رساله لجيل صغير ما يثقش حتى في ابوه وكله عك في عك. الراجل ده عنده حق قسما بالله، اللي حصل ده فعلا يوصلك ان ازاي اب يعمل كده في ابنه. انا عيطت عليك يا جدع، ده انا عينيا ما دموعي ما نزلتش غير على الله يرحمها. بيقول الراجل ده رغم انه بكني ليه كل احترام من مدى الخير اللي بيعمله، بس احيانا البيزنس بيكون ليه حسابات مختلفه. ده شاب زي اي شاب نشأ لقى ابوه عنده مطاعم، ايوه زي ما سمعت كده المطاعم بتاعت ابوه، وبراك ده اسم ابوه يعني، ده مش اسمه اساسا.